أعزائي المشاهدين في كل مكان، سواء كنت داخل مصر أو خارج مصر، داخل القاهرة أو خارج القاهرة. أهلا وسهلا بكم. وحشتوني 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 خمسة وحشتوني. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من جرعة دوبامين لكل محبين وعاشقين العربيات. بعد غياب طويل فضلت أفكر إيه الموضوع اللي أرجع بيه. فضلت مخمخ. وعشان أكون صريح معاك عزيزي المشاهد، ما لقيتش موضوع أحسن من سواقة الرجالة والستات في مصر. وقبل ما نخش في الحلقة لازم الستات المصرية تفهم إن الموضوع ده عالمي، مش موجود في مصر بس، فما فيش مؤامرة عليكم إنها تظهركم إن أنتوا ما بتعرفوش تسوقوا. الموضوع ده عالمي. في أمريكا، في كوريا، في اليابان، في أستراليا، في إنجلترا، في كل دول العالم دول بيتقال على الستات إن هما ما بيعرفوش يسوقوا. وهنا نيجي نسأل نفسنا سؤال مهم: هل فعلا الستات ما يعرفوش يسوقوا بالفطرة؟ وهل الرجالة أحسن من الستات في السواقة؟ ولا ده مجرد وهم؟ وإيه العامل المشترك ما بين الست المصرية والأجانب اللي يخليهم ما بيعرفوش يسوقوا؟ آسف، أقصد اللي بيخليهم يتشافوا ما بيعرفوش يسوقوا. الإجابة سريعة عشان تريحي بالك: الستات بتعرف تسوق كويس. الموضوع ملوش أي علاقة بالجينات ولا بالوراثة. طيب ليه الناس في العالم كله فاكرين إن سواقة الستات وحشة؟ لا، دول كمان مجتمعين على كده. أكيد في سبب ورا الحكاية دي. فخلونا نرجع بالزمن شويتين لورا. خلونا ناخد الأول نظرة ونشوف شكل عربيات زمان ونتفرج عليها. زي ما انتم شايفين كده، العربية 3 متر ورا و4 متر قدام، ده غير الكابينة اللي ممكن تاخد فيها خروف وجنبيه نعجة صغيرة مستريح للعيد. أبعاد العربية كانت كبيرة جدا، والمرايات ما كانتش كهرباء، بزرار واحد تقدر تظبط المرايات وانت قاعد على كرسي السواق. تعال بقى نخش جوه العربية. نبدأ من الدركسيون اللي هو شبه دفة المركب ومحتاج اتنين عشان يلفوه كمان. ده ناهيك عن الفتيس البدائي اللي كان موجود وقتها. تعال بقى نعمل زوم ان ونشوف مصر. وقتها كانت العربيات المنتشرة فيات 128 واللادا والشاهين وغيره. العربيات دي كان حجمها صغير وقتها، ما كانش فيه أي مشكلة في موضوع الزوايا وكده. أما من جوه فإحنا كنا متأخرين أوي أوي أوي. الفتيس أنا آسف، الدركسيون اللي كان محتاج اتنين عشان يلفوه بره، هنا في مصر بتاعت اللادا محتاج خمسة ستة بالميت يعني عشان يلفوا الدركسيون. بره كان الفتيس بدائي، هنا في عصاية حجر في النص بما يسمى فتيس أصلا. حقيقي سواقة العربيات دي في الزمن ده كان عمل غاية في الصعوبة، مش سهل خالص زي اليومين دول. وعشان كده كانت السواقة تعتبر حاجة للرجالة، كان عمل رجولي. بس للأسف في الزمن ده كان في ستات بتضطر غصب عنها تسوق العربيات، وده كان بيؤدي لحوادث ومشاكل كتيرة جدا وهي سيئة. ازاي عايز كائن أنثوي بالرئة دي يسوق حاجة خاصة بالرجال، حاجة محتاجة جهد بدني عالي من غير ما تظهر أي تأثير أو يتسبب أي مشاكل ليها؟ مستحيل تلاقي واحدة بنت سايقة عربية نقل محملة زلط وطوب، ولا حتى عربية نقل فاضية أو نص نقل. مستحيل تلاقي حد سايق العربيات دي كبنات، ولا تلاقي بنت شغالة فوعلية ولا صنايعية مثلا. المهن دي والعربيات دي مخصصة للرجالة. ليه؟ عشان هي بتتطلب جهد بدني عالي جدا، مش موجود عند البنات. ولو البنات حاولت تتعافى على نفسها وتظهر الجهد البدني ده عشان تتغلب على الفارق البدني ما بين الرجالة والستات، ده هيأثر عليها في مستواها الذهني وتركيزها في السواقة، وده اللي هيسبب لمشاكل وهي سايقة وخبطات وإلخ وإلخ وغيره. الحمد لله الزمن عدى، وبمرور الوقت دخلنا في الألفينات. العربيات بدأت تتطور بشكل رهيب وقتها، مع ظهور الفتيس الأوتوماتيك، الدركسيون الباور، المرايات الكهرباء، والتكييف وغيره وغيره وغيره. حتى العربية ذات نفسها بقت مريحة أكتر للسواقة، وكل العوامل دي خلت السواقة أسهل بكتير. بس للأسف الصورة النمطية للمجتمع عن سواقة الستات فضلت موجودة للأسف في الأذهان، أو خلينا نتكلم بلغة عامية شوية، كلنا فضلنا واخدين صورة سيئة وفضلنا واخدينها عن الستات وسواقتها للأسف. ده بقى خلى نوع من الستات دلوقتي بتشوفها وهي بتسوق بتكون متوترة جدا، بتكون لازقة في الدركسيون وماسكاها بإيديها الاتنين أكنها ماسكة دفة مركب. مع إن الدركسيون دلوقتي بقى خلاص صغير، وبقى إن أنت تسوقه أساسا بصباع واحد عادي جدا. دركسيون باور مش زي الدركسيون بتاع زمان، بس مع ذلك بتلاقيها مكلبشة بإيديها الاتنين عشان تسوقه زي ما قلنا أكنه دفة مركب. ومطلع الكرسي لقدام عشان تشوف وش الكبوت بحيث إن هي تمنع حوادث، وللأسف برضه بتتسبب في حوادث غصب عنها. ناقصة من الآخر تحضن الكبوت. كل الحاجات دي بقى بينتج عنها ست بتاخد ساعات في الركنة، وفي النهاية تطلع نص العربية بره مكان الركنة، وتلاقيها موقفة الشارع كله بس عشان تقدر تخش يمين. دايما الست دي بتحس إن الكل باصص عليها. أي موقف هتاخده، أي
حركة هتتم هي عبارة عن غلط، المجتمع هيجرج عليها، فده بينتج للأسف عنها كمية توتر رهيبة. أنا أو أنت أو أي حد لما بنتوتر، الحاجة السهلة اللي كنا بنعملها بسهولة بنحسها كأنها نهاية العالم. ما بالك بقى بالسواقة بالنسبة للست؟ السواقة والست صورة نمطية لسه موجودة زمان، ما انتهتش. في نوع تاني بقى كده من البنات، ودول واخدينها عافية ذوق، ودول أجارك الله منهم ومشغلين في الخلفية وهم سايقين عافية ذوق برضه، وغالبا بيكونوا بنات لسه صغيرة واخدينها عافية. هي دي السواقة يا ستات اللي مش عارفين تسوقها وبتخافوا منها؟ سهلة اهي، وبتبدأ تاخد يمين وشمال من غير حتى ما تبص في المرايات، وترجع الكرسي لورا وتمسك الموبايل وتسوق بإيد واحدة. هي دي بقى فجأة اللي تلاقيك وانت ماشي بأمان الله تقوم حادفة عليك يمين أو تحدف عليك شمال، وتقوم ملبسك في خرسانة 3 متر مستريح، وتكمل دنيتها عادي جدا وهي مش واخدة بالها ومش مركزة ايه اللي بيحصل وراها، وبتكمل سواقة وضميرها مرتاح. ايه، انت الراجل انت الغلطان، معروفة يعني. أو تلاقيها ماشية ماسكة حارة وقافلاها ضبة ومفتاح، أو ماشية في حارة وقافلة الملف بتاعها، مش مدية أي اعتبار للكلاكسات اللي وراها ولا الأصوات اللي في الخلفية في الباك جراوند اللي شغالة. كده كده بتكون أصلا قافلة الإزاز ومشغلة التكييف وحاطة الموبايل على ودنها، فإزاي ممكن تسمعك أصلا؟ خلينا بقى نسأل أسئلة مهمة. النوعين دول مش بنشوفهم في الرجالة ليه؟ عشان أولا الرجالة معلهاش ضغوطات، ولا في صورة نمطية عن سواقتهم إن هي سواقة وحشة، فبيبدأوا يتعلموا السواقة بكل أريحية وبدون أي ضغوطات. تعال نشوف الطريقة اللي أغلب الرجالة اتعلموا بيها السواقة، وهي طريقة بدائية جدا وسهلة جدا. الشاب بيبدأ يقعد جنب أبوه وهو بيسوق خطوة خطوة، بعدين يبدأ يتجرأ شوية ويسوق بنفسه ويتعلم من أخطائه، بعدين يطلع على طرق عمومية، بعدين يطلع على طرق سريعة، بعدين يتعلم يتجاوز الشخص اللي قدامه، بعدين ياخد غرزة وإلخ إلخ إلخ. تعالى بقى للستات ونشوف نوعين الستات اللي بيسوقوا. النوع الأول، وهي البنت اللي بتتعلم السواقة بسرعة وتفتكر إن هي لازم تثبت إن سواقتها أحسن من الرجالة، بتسوق بتهور وبتسبب مشاكل في السواقة. النوع التاني، البنات تبدأ تتعلم أساسيات السواقة وتكون قاعدة جنب أخوها أو والدها تتدرب في التعليم خطوة بخطوة، توصل في النهاية لمستوى عالي جدا في الاحترافية في السواقة. وحقيقي النوع ده من الستات بيفاجئني أنا شخصيا، بحس إن الشخص اللي قاعد قدامي دي مستحيل تكون واحدة ست عليها صورة نمطية إن سواقتها وحشة، دي أكيد سواقة حد محترف. حقيقي بيبهروني هم سايقين. على فكرة النوع ده من الستات بيكون واضح جدا في سواقتهم، في نظرتهم على المرايات وهم ماشيين، فقدان الحسبان العربيات اللي حواليهم وهم بيتجاوزوا عربية قدامهم وغيره وغيره وغيره. في النهاية لازم تدرك إن السواقة مش مرتبطة خالص بجنس أو بوراثة، السواقة مرتبطة بتعلم صحيح وبتدريب صح. وزي ما قلنا في ستات كتيرة جدا بيسوقوا باحترافية. ليه؟ عشان اتدربوا وتعلموا خطوة بخطوة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، اتفرج على اليوتيوب، فولو، اتفرج على الفيسبوك، اكسبلور، اتفرج على التيك توك، وانزل قول رأيك تحت في الكومنتات. ايه سبب الصورة النمطية عن الستات في سواقتها الوحشة؟ هل انت شايف الموضوع ده ليه علاقة بالوراثة ولا ليك رأي تاني؟ لو ليك رأي تاني انزل قول لي تحت في الكومنتات. سلام.